شكور آغا مصاب. شكور آغا مصاب يا شباب. وينه؟ ليكو هون بالسيارة. رجعوا لورا. رجعوا لشوف. فهمنا شو رجعوا على صار. السيارة. أكثر من لقطة. ممنوع مين التصوير. بتتوقع عمل هيك رجاء ما حدا بشكور يصور. ليك أنا رايح. رجعوا على السيارة. باين عملكم صوته بليغة. شباب إذا بتريدوا بعدوا. بس خلينا يلا ناخذ تحركوا صور من هون. للحادثة. يلا يلا يلا. إيه حاولوا. مين بعد له لورا. مصلحة يعمل هي بعد. العملة؟ آخر صورة. يلا امشي امشي شكور آغا بسرعة. في عنده أعداء. راحوا. يلا بسرعة. يلا يلا. خلينا نلحقه بسرعة. يلا يلا. هيلين وقفي. هيلين وقفي. هيلين. 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 لا هيلين لا يا ناس الحقونا. هيلين قوصت حالها ورح تروح من بين ايدينا. الحقونا. هيلين دخلكم الحقونا. هيلين قوصت حالها. جيبوا الإسعاف جيبوا الإسعاف يا ناس الحقونا. هيلين قتلت حالها. هيلين ليش؟ هيلين خلص راحت من ايدينا يا ربي. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. آمين. يعطيك العافية عم. أهلين فيك يا في بنتي. حدا هون بهي الضيعة؟ وليش كل هالحواجز هون؟ هالسؤال ما لازم تسأليه، لهيك ما رح جاوبك. مين انت يا بنت وليش جاية على ضيعتنا؟ أنا الأنسة الجديدة للمدرسة. أهلين فيك يا بنتي. أهلين فيك عمي. عم دور على بيت الحج علي. بهالزاوية بيت الحج علي، بس ما في أي حدا منه جوا. فيك تتفضلي لعندي. لا عمو رح روح انطرهم. على راحتك بنتي.
مرحبا، هاد هو بيت الحج علي؟ ايه هاد بيتهم. بس مين حضرتك؟ أنا معلمة جديدة هون واسمي يسرا. المعلمة الجديدة؟ المعلمة هي المدرسة، المعلمة هي النور، المعلمة هي الشمس. وانتي عم تقولي انه انتي معلمة؟ تعرفي شو عملتي؟ طلعي على اللي صار ببيت الحاج علي. اجيتي على الضيعة وجبتي معك الخراب. المفتاح معي، لأن كلهم راحوا من الضيعة، كلهم راحوا على المشفى، لأن هيلين عم تتنفس أنفاسها الأخيرة. إذا أنت هي المعلمة تاخدي هذا المفتاح. يلا خدي. مو أنت المعلمة الجديدة؟ افتحي هالباب. هالباب ما لازم يتسكر، هالباب اللي قدامك ما رح يتسكر. ليكي العساكر كلهم محاوطين الضيعة. طلعي منيح، بيضلوا هون ليل نهار وبدهم زياد. بس أنا كل اللي بعرفه إنه زياد ما له علاقة بشي، ومتأكدة إنه زياد بريء. الباب اللي قدامك ما لازم يتسكر. يلا روحي وافتحيه، يلا روحي وفوتي على البيت. يلا بسرعة، خلينا نصور هون. يلا بسرعة يا شباب. يلا اسرع بعد وراي شوي عمل صاير هيك لو يا سمحت ترى. شوي ممكن تبعدوا عن الطريق؟ بس سؤال. صار بس في شيء سؤال. ناقص اليوم. صار حد صورة الوضع؟ عمل بعد ايه؟ بعد جاوبني يا لو جماعة شو اللي صاير؟ لو سمحتوا ما بصير هيك. لو إذا سمحت بتريدوا شو أي حد سيارة ولا جاوبني. قوة إلا بالله. في أمل يعيش؟ يا جماعة ممكن حدا لو يعمل سمحتوا إصابة صغيرة؟ حضرة ممكن الصحفية يفهمونا لو عندي صور من كل بعدين الجهات. بتصور. لو مين اللي عمل هيك يا سمحتوا ترى؟ بس إلا شو بسرعة صاير؟ بسرعة حي يلا. سمحتوا. بسرعة إصابة سمحتوا صغيرة يا جاوب. دكتور. لو سمحتي بعد إذا بعد الناس لو يفهموا شو سمحتوا هلا لا حتى دخلوه على المشفى. الرصاصة اجت براسه، حالته خطرة. خبرني بكل المستجدات أول بأول. مين في عندك إصابات كمان؟ سمعت في أكثر من إصابة. أخوه ساعده كمان بالمشفى وحالته خطرة. أنا سمعت إنه سليمان مات. هدوا اللعب شوي هلا وزياد اتركوه. لازم الوقت الحالي يضل عايش. وانتظروا مني تعليمات جديدة. ليش زياد لحتى يضل عايش؟ رح ضل هون. نحن عملنا جهدنا لننقذ المريضة، ما ضل شي لنعمله، بس للأسف ما تحملت. الله يرحمه ويغفر لها. الآنسة سوزان ريجان بنت محمد عطتكن عمرها. ما على قلبك شر. شكراً. سمعت لي قالت لي إياها الممرضة أخي فرات؟ وصلهم 3 إصابات اليوم.
وكلهم عندهم نزيف داخلي. شو اللي صار؟ يبدو إنه في حادث كبير ومتأذي فيه أكثر من شخص. بتمنى من قلبي إنه ما ينضر أي حدا. مرحبا يا فرات، طمني إن شاء الله حاسس حالك أحسن. الحمد لله أحسن بشوي. طيب هلأ رح نشوف هالشي. نفس أشوف. كمان. شهيق. زفير. لا الوضع تمام. اسمع فرات، عندي إلك أخبار منيحة. في ولد حالته خطرة بالمشفى بعد ما صار معه حادث سيارة، وفي أمل إنه ينفذ. إذا كان في تطابق بالأنسجة بتكون محظوظ. كيف طلع معك إنه حادث الطفل وموته خبر منيح يا دكتور؟ كرمال أنا ضل عايش في طفل صغير رح يموت. هي أخبار صارت منيحة؟ اسمع فرات، نحن حكينا بهالموضوع أكتر من مرة. نحن صعب علينا كتير إنه نشوف أي مريض عم يموت كرمال التاني، لأن نحن غايتنا نشفي كل مريض بهي المشفى. بس إذا كان ما في أمل بهالشي وموته رح ينقذ حدا تاني، فمعناتها مهمتنا بهي الحالة إنه نستغل هالشي. والثواب على هالشي كتير كبير. صح، لازم الكل يتبرع بأعضائه بعد ما يموت. ومع كل هاد أنا رح ضل عم بدعي للطفل الصغير إنه الله يشفيه يا رب. لا تشغل بالك بهالموضوع، خليك مرتاح بخاطرك، مع قلبك شر. مع قلبك شر. لا تديري ظهرك لهالحياة يا جوري. هاي الحياة رح تستمر. مر وقت طويل كتير على خسارتنا لأماني. ما عم قول إنه ننسى، لأنه بعرف إنه هذا الشي ما رح يصير. لسه لهلأ ما عم بقدر صدق إنه عبيده تركنا، ولا إنه بابا تركنا وكمان ما نشف ترابه. بس بالرغم من كل شي نحن ما لازم نيأس. الحياة صايرة قاسية وبشعة كتير. نحن ما عم نلحق نطيب من جرح، بيجينا جرح بعده وأكبر منه بكتير. والولاد يلي هنن المفروض يعطونا السعادة عم يزيدوا الهموم قبل حتى ما نشوفهم بعيوننا عم يكبروا. هيلين رح تقوم بالسلامة قريباً، بس مع كل هاد نحن مو قادرين إنه نفرح أبداً. الوجع يلي نحن فيه أكبر منا. نحن أهل هالضيعة مثل الوردة يلي عم تكبر لحالها وكل شي حواليها عم ينهد. فتخيلي قديش إحساس هي الوردة صعب. بس نحن لازم نضل قوايا، يعني نكون مثل دلال. موت زوجها كسرها لدرجة إنه بعد هالسنين لساتها بتحبه وما نسيته، بس مع هيك هي لساتها قوية وما ضعفت. بالرغم إنه أختنا دلال زوجها كان آخر حدا معها بهالحياة، بس أنتي شو؟ لسه عندك مين بيحبك وبتحبيه؟ عندك زياد. إبراهيم، طمني كيف صار فرات؟ الدكاترة عم يساووا كل شيء خلص اهدى شوي منيح. أحسن. لا تضحك علي، قل لي شو صاير مع فرات؟ ايه هو عم يضحك عليك؟ بدك تعرف؟ في حدا قوص على فرات، وهن مو بس قوصوا فرات، وعلي الشير قوصوه، وكمان قوصوا سوزان. هن دمروا شباب هالعيلة. انت شو عم تقول؟ انتوا سمعتوا الكلام يلي طلع من تمه هلا؟ مين قوصهم؟ مين قوصهم؟ مجرمين! مجرمين! اهدى شوي، ما بصير. اتركوني بحالي! اهدى يا أخي، اتركوني اعملكم! فوتوا له جوا. مجرمين هدول! انا بدي اقتلهم بايدي! ما رح سامحهم! اهدى هارون. مرحبا يا ملكة. مرحبا أصلي، شو يلي صاير؟ ابن الحج علي وصل لاسطنبول، كان منفعل وما قدروا إنه يهدوه، كان عم يصرخ وكأنه بيعرف مين هو المجرم. ونحن رح نعرفه عن قريب. معقول في حدا طبيعي بيقدر يعمل هالجريمة؟ لولا وجود هاي العالم والجرائم الخطيرة يلي بيعملوها ما كان رح يكون في مهنة اسمها الصحافة. نحن شغلتنا إنه نكشف عن جرائم هالعالم، وبعدين الناس رح تحكم على النتيجة.
عم تحكي مثل كأنه نحن شرطة. في فرق مهم كتير بين شغلنا وشغل الشرطة. بالنسبة للشرطة كل شيء مو قانوني هو جريمة وبيلاحقوا المجرم بسببه، أما نحن إذا في شغلة مو قانونية بنوب منركز على الأسباب والنتائج إلها، يعني نحن بهمنا نعرف التفاصيل. اتركوني اهدى شوي يا عمي، اهدى. اتركوني أنا بدي اقتلون. اهدى بعدوا عني. اهدى. خلوني يقتلون عملكم. بعدوا عني. شوي وروق. بعدوا عني. اتركوني بحالي. ما حدا يقرب. اهدى نحن معك. ما حدا يقرب علي. اهدى شوي. مين عمل هيك؟ بالسلامة. قولوا لي مين عمل هيك؟ عمي روق. بس اهدى شوي. مين هالمجرم يلي سوى هيك؟ خلاص مين هالمجرمين؟ أنا بدي أعرف هلا مين عمل هيك؟ مين اللي عمل هيك بهالشباب؟ الله لا يسامحون. الله لا يسامحون. خلاص لا تحكي. بعدوا عني يا زلمة. صور بالك يا عم. تعال. بعدوا عن الزلمة. تعال عود. يلا. اتركوني. تعال. عود. تفضل عود شوي وروق يا عم. لا تعمل هيك بحالك. بعدوا اتركوني. اهدى. يلا بعدوا عني يا عمي اهدى. اهدى وروق. بعدوا عني يا اهدى فوق. مين اللي عمل هيك؟ بس اقعد شوي وروق. ما بيصير أنا الحرام عليه. كل واحد على شغله يلا. بعدوا عني. اول بالك لك يا عمي. بعدوا عني يا عمي. شوي يا جماعة. بدي مهدي على السريع. بعدوا بقى يلا كل واحد على شغله. بعدوا عمي عني. اهدى شوي بقى. يلا يا جماعة كل واحد على شغله. ليك هي جريدة اليوم. أنا كنت متوقع هالشي يصير، بس صدقني يا شكور آغا كتير صعب علي إنه أكتب هيك عنوان بجريدتي. إيه أهلين ملكة، صح الخبر، أنا صرت بملاطي. ايه مين معي؟ هي انت مدام؟ ايه أنا. اسمعيني، ما بعرف شو بدي اقول لك، بس لازم تعرفي شيء. شكور اغا طوس يا خانم. شو في ماما؟ شو في مدام صاير شيء؟ يعني شكور منصاب؟ ما في شيء بخوف. أنا جاية لعندك سمعتني؟ خدني على المشفى يلا خدني هلا بسرعة. مدام يلا بسرعة. شكور منصاب وأنا لازم أروح لعنده. يلا مدام خلينا بسرعة بدي أطمن عليه. قومي خلينا نفوت لجوا. قومي يلا. قومي معنا. يلا نفوت سوا. يلا امشي معنا. طولي بالك. صفر 2 3 5 1 4 6 0. بعده هيك يا أولاد، بعده. الو، مشفى أوزال للبحوث. أنا بدي رقم المشفى. هاتي من إيدك، خدي اتصلي أنت يا بنت هذا الرقم. يلا نقلي. تعالي احكي على التليفون بسرعة. هذا هو الرقم يا حبيبتي. بعده هيك، بعده خلونا نمرق. بعده هاي المعلمة يسرى. هلا الآن مرحبا، يسرى أنا تحكي اسمي معهم. يسرى. يلا يا هذا أنسة هو يسرى الرقم، احكي معهم شوفي. بسرعة. يلا الله بنتي يعطيك بسرعة. العافية. يلا بسرعة، بعده عن طريقي. بعده يلا يلا. ردوا علينا. تمام شكرا لك. ألو مرحبا. ايه هون مشفى أوزال للبحوث، عم بسمعك تفضلي. مرحبا، عم احكي مع حضرتك من ضيعة دير رجان. فيك تخليني احكي مع حدا من اهل الضيعة اذا بتريدي؟ حضرتك مين طالبة؟ انا غريبة وما بعرف حدا منهم، بس اللي بعرفه انه في مرة منهم حاولت تنتحر، قوصت على حالها، لهيك فيني احكي مع حدا من اهل ضيعتها هلا اذا سمحتي؟ ايه رح خليهم يحكوا معك. مبين كأنه في مصاب جديد انضاف للجرحى يلي عنا. في مرة قوصت حالها بالضيعة، لو سمحتي فيك تنادي حدا من أهل ضيعة دير رجان؟ أكيد يلا. هلا بيكون حدا منهم على الهاتف. في مكالمة لإلكم من صبية من نفس الضيعة. يلا خير، شو في هلا كمان؟ ارفع السماعة عندك. الو
أنا إبراهيم من ديريجان. إبراهيم بيك؟ اسمي يسرى الأنسة الجديدة بهي الضيعة. أنا بدي خبرك إنه مرت السيد علي قوصت حالها، وحضرتك بتعرف كتير منيح ما ضل في رجال هون كتير بالضيعة معنا، لهيك النسوان أسعفوها. لأنه مشفى يا أنسة. يمكن هن أخدوها على المشفى الحكومي يلي بالبلد أو اللي جنبه. هيلين حاولت تنتحر. شو؟ ليش حتى تحاول تنتحر؟ الو. الو، مهران عم يحكي معي؟ ايه انا مهران. مهران اخا، انا رشيد قرايبه لزياد. بدي اقول لك انه مرت علي شير موجوده بمشفى الحكومه هلا، وعملوا لها عمليه. انا قلت لك لحتى تخبر هالشي للكل. تمام. ما في اي سبب يخلي زياد يقوس المحاميه. والله ما بعرف محمود آغا. وما في سبب يخلي زياد يقوس سعده. ما في خبر من سليمان من أنقرة. مين يلي تجرأ يعمل هيك؟ ما عم تفوت لعقلي. مو معقول يكون زياد قوصه. كيف صرت شكور؟
شعب يلا يلا. يلا اطلعوا. يلا الله يسلمك. الله يصبركم. ميسرة. الله معكم. يلا يلا. نفوت ناطريننا. ما فيكم تفوتوا على العناية المشددة رجاء. لو سمحتوا يا مرته وبنته جماعة. لشكورة. شوفوا لبابا اللي عمل هيك بزوجي. تمام بس ما تطولوا جوا. اللي مين عمل هيك بزوجي؟ مين عمل فيك هيك يا شكور؟ لا تخافي بنتي، هو راح يطيب اكيد. بابا عمل فيك هيك يا شكور؟ لا تخافوا لا تخافوا، هو يا راح يكون حبيبي اللي منيح. مين عمل فيك هيك؟ بابا شكور مين عمل هيك؟ يا قلبي انت. يا شكور. يلا حاجبك. يلا مدام يلا خلوني فوت خلينا نمشي. يلا بكفي هيك يا مدام. امشوا رح نطلع. فوت لعنده. يلا يلا. شكور. تفضل المعلم هون. أنا أجيت لهون اليوم مو بس مشان لبس الخواتم، أنا هون كمان بالنيابة عن زياد. على بركة الله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بكفي هيك. شو ما فيكي إحساس يعني؟ ابراهيم لو روح، مانك بصير. مرة كنت إبراهيم ورجيتك بكفي. قيمتك. لك مانك خلص شايفتي إياها كيف عم إبراهيم ما تصور؟ بصير هيك. يلا روحي إذا بتريدي. تعالي جوري. تعالي تعالي اختي. أخي مهران. إيه؟ زياد أعطاني هالرقم. إيه؟ برأيي حاكيه فوراً. يلا. الو. لحظة يا أستاذ. الو يا زياد. الو. الو، انت مهران؟ ايه زياد انا عند الاستاذ محمد. تمام جاي. يلا عم بستناك. لا توقفوا هون، يا ريت تفضوا المكان. يا جماعة بعدوا عن الباب بس شوي لو سمحتوا. يا ريت تبعدوا عن إيه الباب يا جماعة، لو سمحتوا. خلونا نطلع من هون إذا بتريدوا. يلا إذا خلونا بتريدوا نمشي لو سمحت. تفضلوا. لو سمحت. الحصان؟ بس وين زياد؟ بويراز؟ 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 وينه زياد؟ مبين وضعك منيح، معناتها زياد عايش. الحمد لله الحمد لله. بعرف انه هو يلي بعته لهون. زياد عايش، بس وينه؟ وين رح يكون؟ تعال بويراز. بحسب ديننا التبرع بالأعضاء إذا رح ينقذ حياة بني آدم من الموت فالله بيجزي المتبرع بهالحالة، بيكسب ثواب والله بيعطيه بالآخرة وما بينسى له إياها. ايه صح شيخي، انا هاد رأيي كمان، بس لساني مربوط ومالي قدران خبرهم هالشي. هلا عملية زرع أعضاء سوزان خلصت، وإذا كان وضع علي شير وعرفات صعب هن فورا رح يستخدموا أعضائهم، بس زياد هو اللي رح يقرر. لكان صار لازم نحكي مع زياد بأقرب وقت. شو الأخبار؟ ما في شي جديد أخي مهران، ما بعرف شو بدي أقول لك، بس الشيخ برأيه إنه دكتور خبرني هلأ في صبي صغير هون حالته خطرة كتير وما في أمل إنه يعيش، وهن جاهزين وعم يستنوا جواب منا. وهالموضوع كمان خبره لزياد. ايه يا جماعة اسمعوني،
حالة علي شير هي مثل حالة عرفات بالضبط، فلهيك فكروا كتير منيح، الموضوع مانو سهل. قد ايه معنا وقت؟ 4 ساعات. وين المعلم؟ جوا. وينك لهلا؟ كنا عم نستناك. على راسي. زياد صار تحت. علي شير ما في منه أمل، وعرفات إذا بدك إياه يعيش رح يعيش. طبعاً إذا كنت بتعتبرها هي حياة. ما بعرف شو بدي أقول لك. شكور بيك، معجزة كبيرة إنك ما خسرت عينك. حاسس بوجع؟ بس لو سمحتي تعطيه مسكن. حاضر دكتور، فورا رح أعطيه. ألف الحمد لله على سلامتك. شكرا. الحمد لله على السلامة. شكرا عبد الله، بس بتشوف شو رح أعمل فيك لأم من هون. في مين عمل فيي اللي بدك تعمله؟ بتعرف إنه بفديك بعيوني يا آغا وحياة غلاوتك. بكفي رح نمشي. ماشي. إن شاء الله مع قلبك شر يا آغا. بالإذن. شو عم يصير؟ قضوا على سلالتنا ولازم انتقم من اللي عم يحاول يأذينا. إذا هالولد هاد ما فاق وكمل حياته بيكون أحسن. الأحسن يروح لعند أمه دفنوه معه.
مجدي فرات، لقينا متبرع مشانك. لقيته؟ الحمد والشكر إلك يا ربي. أبصر مين بيكون زعلان عليه. هذا ابن العيلة يلي صار معها حادث. شفت يا فرات؟ هذا قدرك. الله يراد تكمل حياتك. الله بيعلم شو بيكون وضع أمه. ما تحمل هم أمه كمان ما تتقبله، وأبوه مات قبل ما يوصل. يعني هو مثلي مقطوع من شجرة؟ مقطوع من شجرة؟ في ورا هالولد عشيرة كبيرة اسمها ديرجان، وحسب ما فهمت منهم إنه زياد هو كبيرهم، وزياد اللي وافق على عملية الزرع. يلا وانت صار دورك عن قريب إن شاء الله. بعد إذنكم اطلعوا لبرا. يلا يلا رجاء، المريض بده هدوء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أنا بدي تعرفوا إنه هالشي صعب علينا، بس يلي عملتوه نحن منفتخر فيه كتير. رح تضحوا بحياته مشان تساعدوا مريض، رح تكسبوا ثواب. أنا كتير بشكركن، وبصراحة مو قادر بهالموقف إني أعزيكم فيه، لأنه عرفات رح ينقذ حياة إنسان. أنت ما قصرت معنا أبداً يا دكتور، بس بترجاك تسامحنا إذا كنا غلطنا بأي شيء. شو بنعمل؟ هاي سنة الحياة. ما بعرف شو بدي أقول، مو طالع معي الحكي. بدنا تعطونا الجسامين فوراً. يا دكتور، نحن لسه ما خصمنا علي شير. نحن أملنا فيك. ولا يهمكن يا جماعة، يلا اطلعوا من هون لو سمحتوا. ماشي يلا يا دكتور. ماشي دكتور. يلا إذا بتريدوا. يلا شباب يلا. يلا ما بدنا عجقة إذا بتريدوا. أكيد. يلا اطلعوا شباب اطلعوا. شرفوا يا أخوان. يلا. ايه شوكات، صار لازم تطلع من هون بقى. لو سمحتي تواصلي مع الممرضات الموجودين فوق، لازم نطلعوا لفوق. أحمد فحاص المريض شكراً لآخر مرة، دكتور. بعدين بعته لفوق، ماشي؟ خلينا نشوف يسلموا ضغطك. كيفك هلأ؟ ما تاكل هم، رح تتحسن. وضعه تعبان كتير، ما رح يعيش. شو وضعه يعني؟ ما بيطمن بنوب، دكاترة فايتة طالعة، وعلي شير. ايه يا دكتور؟ مع الأسف علي شير توفى. العمر إلكم.
أختي، ابن أختي، وكنتي كلهم رح يندفنوا اليوم يا مهران. أنا مخنوق كتير، ما رح شوفهم. الحق معك زياد، لسه الوضع متوتر، ما عندك حل غير إنه تتخبى. ليك خليهم يدفنوا أختي قدام جوزها وابنهم معهم كمان. خليهم الثلاثة قريبين من بعضهم، هن الثلاثة صغار، لساتهم شباب بيحبوا الحياة، لسه صغار على الموت. عرفت هلأ ليش زياد متمرد على الحياة وليش بيضل مسافر على الطريق الدخاني؟ وعلي شير كمان دفنوه قريب منهم. خليهم يعرفوا بهالمكان في قبور ل3 أشخاص، هيلين وعلي شير والطفل يلي مات قبل ما يشوف الدنيا شو فيها. إذا شفت الموضوع مثلي رح تفهم علي ورح تعرف ليش أنا قاسي، لأنه الحياة صعبة، ما حدا رح يفهم علي. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.